4 حاجات باعملهم بيخلوني اقاوم الكسل. هتقولوا لي ايه ده انت اكتر حد اكتف، ده احنا بنشوفك في كل حته وبتعملي حاجات كتير، انت ازاي كسوله؟ اقول لكم ايوه انا كسوله جدا جدا جدا، ولو في جايزه لاكتر حد كسول فهتبقى ليا انا وعن جداره. طيب انا بعمل ايه في يومي؟ انا بعمل 4 حاجات. اول حاجه قبل ما بنام ببقى مرتبه في دماغي كده ان شاء الله بكره هعمل 1 2 3، ومحتاجه لازم اصحى بدري. اي حاجه انا بعملها على السوشيال ميديا او بعملها في شغلي ببقى مجهزاها من الصبح. لو انا ما صحيتش من الصبح قعدت افكر، فانا خلاص دماغي اصلا مقفوله طول اليوم، لان انا شغلي كله قايم على الكرييشن والكرياتيفيتي، ولازم افكر كويس ولازم اكون فايقه، فلازم اعمل ده الصبح. طول اليوم ما بيطلعليش اي افكار، فانا لازم اصحى بدري. طيب هصحى بدري ازاي؟ اول حاجه بعملها من بالليل برتب افكاري زي ما قلت، والحاجه التانية ان انا بحاول ابقى لابسه لبس خفيف او مجهزه لبسي، بحيث ان انا اقوم بسرعه انزل، ما يبقاش الموضوع واخد لود لو لسه هلبس ولسه هشوف هلبس ايه لا، بجهز كل حاجه من بالليل. لدرجه ان انا في الشتاء بنام بسويت باند وتي شيرت، بحيث ان انا اصحى البس عليهم جاكيت والطرحه وانزل، اللي هو بنام بهدومي حرفيا. طيب تاني حاجه بعملها لو الدنيا قفلت معايا قوي وفعلا بقالي كذا يوم مش عارفه اصحى بدري ومش عارفه افكر ومش قادره، بسيب الدنيا شويه على ربنا. بمعنى ايه؟ انا واحده بحب الحمد لله ان انا اصلي صلاه الفجر حاضر. بصراحه مش ملتزمه على ده، يعني تيجي اوقات بصحى اصلي صلاه الفجر وفي اوقات ما بصحاش على الاذان. وانا واحده من الناس اللي بحب اصحى على الاذان، يعني بحس ان انا ربنا بيكافئني لما بصحى لوحدي على كلمه الله اكبر. ف لقيت نفسي صحيت، فخلاص ده ربنا بيديني اوردر، يلا قومي صلي الفجر، فانت هتخشي تتوضي وتصلي فهتفوقي وهتكملي باقي شغلك. فبحب ده جدا. م- يعني لو الدنيا قفلت ساعات الواحد لما بيبقى مخنوق حتى لو ظابط المنبه ونايم، هو الشيطان بيتغلب عليه وبيخليه ما يقومش. ففي حاجات كده انا ببقى حطاها لنفسي خطوط حمراء. انتي ربنا صحاكي على الاذان، ساعات بصحى من قبل ما يقول الله اكبر. انتي هتقومي يعني هتقومي، ده مش اوبشن. دي تاني حاجة. الحاجة التالتة اللي بعملها، لو انا صحيت، انا بصحى حاليا كل يوم انزل ابني الحضانة، فانا لابسة الاسدال ونزلت وديته الحضانة وطلعت. طب انا عايزة انزل اشتغل، اصلا انا مكسله، اصلا انا لسه هاكل، اصلا انا لسه هروح، اصلا انا لسه هعمل، اصلا انا عايزه انام. سرير قدام عيني، السرير ده كارثه، طول ما احنا قاعدين في المكان اللي احنا بننام فيه عيننا بيعمل ستوب، انا مش هشتغل. فبعمل ايه؟ بكلم حد، تكلمي صاحبتك، تكلمي مامتك، بكلم جوزي. بص اديني اوردر حالا، قولي روحي انزلي، ها اعمل ايه؟ اديني اوردر اخد بعضي وانزل اروح اشتغل. فندى قومي البسي وانزلي. حاضر، مش انت قلت لي اعملي كده فانا هعمل كده. دي تالت حاجه. رابع حاجه بعملها، بتخيل نفسي لو انا مخلصه الحاجات اللي انا المفروض اخلصها النهارده، فهيبقى احساسي عامل ازاي او هبقى مبسوطه ولا لا. وبتخيل نفسي لو انا مخلصتش الحاجات دي وهبقى متنكده ازاي وبصيح اخر اليوم. مجرد الاحساسين بيخليني اخد بعضي اقوم اشتغل واقوم اخلص اللي ورايا. دول ال4 حاجات اللي انا بعملهم. قولوا لي انتوا كمان بتتغلبوا على الكسل وبتقوموا وتصحوا الصبح